السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في قناة مطبخ أسر وصفة مع زينب. النهاردة إن شاء الله مع بعض هعرفكم إزاي نستخدم الكيس الحلواني لأول مرة. يعني انتي لو أول مرة تجيبيه ومش عارفة إزاي تستخدميه تابعيني بالفيديو إن شاء الله هيعجبك. وما تنسوش يا حبايب قلبي الاشتراك واللايك للقناة. أول حاجة أنا جبت معاكم كده كيس حلواني جديد لسه أنا جايباه، ومعايا الإقماع علشان الفيديو الجاي هعمل لكم بسكوت حلو جدا 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 ان شاء الله. وبوريكم دلوقتي ده القمع بتاع المشط بتاع البسكوت او اي قمع عندك طبعا، يعني مش لازم هتجيبي كيس حلواني لازم قمع البسكوت. انا جايبه لكم كل القماع اوريكم ازاي ان احنا هنستخدمه. اول حاجه بجيب الكيس كده وبفتحه هتلاقوه بصوا طبعا من بره بيكون زي القماش، لكن من جوه بيكون عامل كده زي الجلد. النوع ده حلو جدا جدا، انا كنت جايباه ما شاء الله بقالي فتره وكان شغال معايا زي الفل. بصوا انا هقرب لكم كده الاسم عشان لو حد عايز ياخده سكرين شوت وعايز يجيب زيه. انا كنت جايباه ب30 جنيه او ب35 جنيه، جايباه من اسبوع او اسبوعين، والله ما فاكره كام بالظبط، بس هو 30 او 35 جنيه. بصوا بيجي كده بيكون مقفول. طبعا بقى الإقماع بيكون فيها مقاسات كتيرة، الكبيرة والصغيرة الطويلة والقصيرة، فمش هيفرق خالص عادي. بس أهم حاجة تتابعوني وتشوفوا ازاي أنا بقصه عشان لما نيجي نركب أي قمة يكون مظبوط معانا. بصوا أول حاجة هو بيكون مقفول كده من تحت، ببدأ الأول بقص حتة صغيرة جدا، يعني شايفين حاجة لا تذكر، حتة صغنونة خالص. ما تبدأيش ان انت تقصي حتة كبيرة علشان ما تيجيش بعد كده تحط القمع وتلاقي كده الكيس معاكي باظ. هوريكم ازاي القص بتاعه يكون مظبوط. هبتدي بقى ان انا اخد كده اي قمع، مش لازم يعني قمع البسكوت، بس هو عشان اللي قدامي فانا خدته. بعد كده هتلاقوا بقى بصوا لسه في فرق كده كبير. بصوا القمع مش واصل للبوز من تحت، شايفين المسافه قد ايه؟ بس طبعا مش هقصها كلها مره واحده، هفضل اقص حاجه حاجه. عايزه اقول لكم القمع ده بيكون حلو جدا جدا، حلو في عجينه البسكوت بتفور، وكمان بيكون حلو ممكن تستخدميه كمان في الكريمه. بصراحه اللي هو السيليكون في ناس كتير قوي بتشكي منه، بتقول ان هو مع الاستخدام بعد كده بيعمل زي المطه كده ما بيكونش حلو. ده انا مجرباه بصراحه تحفه، زي ما بيقولوا كده غسيل ومكوى. بصوا انا ابتديت ان انا اقص حته تاني، بصوا ابتدى يظهر معايا القمع، برضه هقص تاني ما تزهقيش يعني، علشان ما تبوظيش الكيس تقولي بقى انا هقطع او هقص حته كبيره مره واحده، لا الكيس هيبوظ معاكي. حته حته صغيره ما تستعجليش. القمع ده بجد حلو جدا، انصحكم ان انتوا تجربوه وتجيبوه لو انت بتعملي بقى بسكوت بالكيس وعجاين وكده. لا ممتاز بصراحه وبتستخدميه كذا مره. بصوا قربت برضو اخر بقى حته، انا مش عايزه افصل معاكم الكاميرا، يعني مش عايزه اقص واقول لكم كده خلاص انا ظبطته، علشان تبقوا شايفين كل حاجه بعينيكم. كده خلاص بقى مظبوط معايا خلاص. بصوا شايفين بقى، انا مش عايزه يكون الكيس نص القمع، ليه؟ علشان لما بنيجي نحط عجين او اي حاجه بتكون تقيله ونيجي نضغط ما يسحبش معانا الكيس لفوق ويطلع من القمع، لازم نخليه كده. طبعا مع الاستخدام شويه في شويه طبعا مع الوقت هيبتدي ان هو بيطلع، بس هيكون عادي برضه تقدري ان انت تستخدميه. لكن لو من الاول قصير كده زي ما انا بشاور، على ما بتيجي تستخدميه هتلاقيه طلع الكيس من القمع وباظ معاكي وما قدرتيش ان انت تكملي بيه ويبقى لسه جديد. بصوا هجرب لكم كمان كل الاقماع هتلاقوها بنفس المستوى، يعني مش هتلاقوها ان هي واصله لنص القمع. اهم حاجه يكون الكيس كده لحد القمع كده زي ما احنا شايفين كده من اوله، لكن ما يبقاش في نص القمع. طريقته سهلة جدا، بس قلت عشان لو حد لأول مرة أو مش بيعرف يظبط القصة بتاعة الكيس قلت أوريهولكوا سهل جدا وبسيط ومفيهوش أي حاجة. في الأكياس اللي هي بتكون البلاستيك حلوة، بس أنا بجيبها مثلا للكريمة أو بجيبها لصوص الشوكولاتة نعمل بيها دريبات على التورتة، لكن ده بيكون حلو في العجين بلح الشام. البسكوت البيتوفور بيكون تقيل وبيستحمل معانا العجينة التقيلة، لكن الاكياس الخفيفه طبعا ما بتستحملش هتتقطع بسرعه. عايزه اقول لكم كمان ان الكيس اللي هو الخفيف بيقولوا ان هو استعمال مره واحده، والله بستعمله اكتر من مره لحد بص ما بيجيب اخره ولا بيحصل له اي حاجه. بستعمله وبعد كده بغسله وبنشفه وبيبقى زي الفل.
وده برضو بعد الاستخدام بتغسليه وبتنشفيه وترجعي بقى تستخدميه تاني، مفيهوش اي حاجه. بس طبعا اول مره او قبل ما تستخدميه لازم تغسليه كويس. ده كده كان الفيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف بسيط، اتمنى تكونوا استفدتوا منه لو حتى بمعلومه صغيره ازاي نعمل الكيس الحلواني او ازاي ان احنا نستخدمه لاول مره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديوهات جايه جديده ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.